لو انت ديفلوبر في مصر فاكيد جه في بالك سؤال، هو الديفلوبرز دي بتجيب كل العملاء دي لنفسها ازاي؟ ده اولا. ثانيا، هو ليه الديفلوبرز كلهم بقوا شبه بعض؟ تعالى اجاوبك على السؤالين دول في الفيديو ده. بس خليني اقول لك ان اكتر من 92% من اللونشز اخر سنتين هي فشل، ونفس العدد تقريبا فيما يخص المشروعات هو برضه فشل. ده بسبب ايه؟ ان المختلف في الامر كان معاه استراتيجي، كان معاه ستيبس بتقول ان انا عايز اروح من نقطه الف لنقطه ب عشان اوصل رساله معينه. الرساله دي اغلبها بتوصل عن طريق الديجيتال، فالديجيتال بلاتفورمز ما كانتش بالنسبه له هي شويه كامبينز وفيديو حلو وبوست جميل، هي كانت المسج بتاع الباك جراوند مانجيريال ليفل اللي عايزين يوصلوها للاودينس اللي عايزين يبيعوا له. فظهر المسج دي، المسج بتاعت الاونر، المسج بتاعت السيلز دايركتور، المسج بتاعت الاوبريشن مانجر والفاينانس تيم والماركتنج تيم، كلهم ظهروا في مسج واحده. فعشان كده كان الماركتنج تيم مع المانجيريال ليفل كلهم كانوا في نفس الستيب، وكلهم كانوا بنفس المسج اللي عايزين يوصلوها للعميل، مش الماركتنج تيم في ناحيه والشركه كلها في ناحيه تانية. وده بالظبط اللي بيخلينا مختلفين في MRA في طريقه فكرنا للمشاريع. احنا قبل ما بنبدا اي مشروع احنا بنقعد فيرست ميتنج، سكند ميتنج، ثيرد ميتنج، وساعات بنتحول فورث ميتنج عشان نتاج كل دون يبقى نفس النتاج اللي الشركه عايزه توصل. وعشان كده في MRA بنسمع اكتر ما بنتكلم، وبنفهم المشروع وندرسه مع المنافسين اكتر ما بنفكر البوست والكامبين دي هتبقى شكلها عامل ازاي. لو عايز ماركتنج يعبر عن الشركه بتاعتك مش مجرد كيس كوبي بيست من اللي قبلك، كلمنا واحنا نعمل كاستمايز للكيس اللي جايه ليك انت بالذات.